خولة بنت الأزور امرأة جميلة فارعة الطول، قوية البنية، شديدة الأسر، مع رقة ولطف. كانت تحب أخاها ضرار بن الأزور حبا شديدا، جمعت كل صفات الفروسية وفاقت الأبطال والشجعان، حتى ظنها الصناديد بأنها سيف الله المسلول خالد بن الوليد. نقف الآن على أرض معركة أجنادين، حيث جيش المسلمين يستعر القتال مع جيش الروم، ويترقب كل جيش الآخر. وهناك على أرض المعركة فارس ملثم يسبق جيش المسلمين، ويتقدم صفوف الأبطال الفاتحين، وفي شجاعة نادرة يخترق صفوف الروم ويعمل السيف فيهم، فيربك الجنود ويزعزع الصفوف، وتتطاير الرؤوس، وتسقط جثث جنود الروم أرضا، وتتناثر الأشلاء هنا وهناك، وتتعالى الصرخات من الأعداء والتكبيرات من جيش المسلمين. ليت شعري من هذا الفارس، وأيم الله إنه لفارس شجاع. كلمات قالها خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين في معركة أجنادين، عندما لمح هذا الفارس وهو يطيح بسيفه هامات الأعداء. لقد رأى خالد بن الوليد فارسا فارع الطول، يرتدي ثيابا سودا، وعلى وسطه حزام، وعلى رأسه عمامة خضراء. لقد رأى فارسا يطير بفرسه وينقض على صفوف الروم انقضاضا. فيسأل خالد في دهشة وإعجاب: من هذا الفارس الشجاع؟ ويعجب خالد والمسلمون من ذلك الفارس الذي مزق صفوف الروم شر تمزيق، وأدخل الفزع والرعب في قلوب أبطالهم. ويظل الفارس يصول ويجول يمينا وشمالا، وقلق خالد عليه يزداد، فقد خشي عليه أن يقتل لإقدامه. وسمع المسلمون صوت رافع بن عمير الطائي وهو يهتف معجبا: من يكون هذا الفارس غير خالد بن الوليد؟ ولكن ما يلبث أن يرى خالدا أمامه يشرف عليه، فيسأله رافع: من الفارس الذي يتقدمنا يا أمير؟ فيقول خالد: والله إني لأشد إنكارا منكم له، والله لقد أعجبني ما ظهر منه ومن شمائله. فقال رافع: والله إنه لمنغمس في عسكر الروم لا يأبه لهم. وهنا صاح خالد: يا معشر المسلمين، احملوا بأجمعكم وساعدوا أخاكم الحامي عن دين الله. وطار خالد بخيله يريد الفارس، وتبعه المسلمون، وكان الفارس يجندل في الروم الذين يتزاحمون عليه، وهو يصرعهم ويخذلهم واحدا تلو الآخر، حتى عاد إلى صفوف المسلمين وقد تخضب بالدماء. فكبر خالد وكبر المسلمون، وأقبلوا على الفارس قائلين: لله درك من فارس شجاع، ذاد عن دين الله وفتك بالمشركين شر فتكه، اكشف لنا عن لثامك. لكن الفارس لم يستجب لطلبهم، وانزوى بعيدا عن المسلمين. فذهب إليه خالد وخاطبه قائلا: ويحك، لقد شغلت قلوب الناس وقلبي لفعلك، من أنت؟ فأجابه: إنني يا أمير لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل، وأنا من ذوات الخدور وبنات الستور. فلما علم خالد أنها امرأة أصابته وأصابت المسلمين الدهشة، وسألها وقد تعجب من صنيعها: وما قصتك؟ فقالت: علمت أن أخي ضرارا وقع أسيرا في أيدي الأعداء، فركبت فرسي وفعلت ما فعلت. فقال خالد: سوف نقاتلهم جميعا إن شاء الله، ونرجو الله أن نصل إلى أخيك فنفكه من أسره. وحينها استبد الحزن بخولة، فأخذت تبكي بكاء شديدا وهي تقول: أبعد أخي تلذ الغمض عيني، فكيف ينام مقروح الجفون؟ سأبكي ما حييت على شقيق أعز علي من عين اليمين، فلو أني لحقت به قتيلا لهان علي إذ هو غير هوني، وكنت إلى السلو أرى طريقا
وأعلق منه بالحبل المتين. وإني إن يقال مضى ضرار لباكية بمنسجم هتوني. وقالوا لم بكاك فقلت مهلا أما أبكي وقد قطعوا وتيني. فتأثر خالد والمسلمون لبكائها، وهنا رأوا فرقة من الروم تأتي إليهم، فاستعد خالد والمسلمون وحملوا عليهم حملة صادقة، ولكن الفرقة استسلمت وألقت سلاحها، وطلب قائدها الأمان فأعطاه خالد الأمان، ثم سأله عن ضرار بن الأسور فأجابه: إن ضرارا قتل ابن ملكنا وقتل منا عددا عظيما، فتكاثرنا عليه وأسرناه وبعثناه إلى ملكنا في حراسة 100 فارس إلى حمص. ففرح خالد ودعا رافع بن عمير الطائي وقال له: ما أعلم أحدا أخبر منك بالمسالك والطرق في الصحراء، وما في الأرض من هو أكثر منك حيلة وتدبرا، فاختر معك من تشاء وأنقذ منهم ضرارا. فاختار عمير 100 فارس، وما إن سمعت خولة بخروج رافع بن عمير في 100 فارس حتى أسرعت إلى خالد تستأذنه للخروج مع المسلمين لفك أسر أخيها، فأذن لها خالد أن تذهب معهم. انطلق رافع بن عمير بكتيبته ومعهم خولة بنت الأسور يواصلون كلال الليل بكلال النهار، يبحثون عن كتيبة الروم التي فيها ضرار. وسار الركب على اسم الله يطوي الأرض طيا، حتى وصل على مقربة من سلمية، وهي قرية تابعة لحماه، ففحص رافع الأرض ونظر إليها، ثم قال لأصحابه: أبشروا، فالقوم لم يصلوا هنا بعد ولم يطأوا هذه الأرض. ثم كمن المسلمون في واد وتخفوا به، وبينما هم كذلك لاحت لهم من بعيد غبرة وجلبة، فقال رافع: أيقظوا خواطركم وانتبهوا واستعدوا، فإنهم والله الروم. ثم انتظروا حتى إذا دنا القوم منهم وفي وسطهم ضرار، كبرت خولة وكبر المسلمون، وطارت خولة فكانت كالشهاب المنقض، وتبعها المسلمون يعملون السيف في جنود الروم. وبعد ساعات انجلت المعركة عن قتل جميع حراس الروم، وسارت تلك الفارسة تبحث عن أخيها وتسأل المسلمين هنا وهناك عن ضرار، فلم تجد ما يشفي صدرها ويريح قلبها، ولكنها لم تلبث أن بشرها المسلمون بأنهم وجدوا أخاها. وهكذا استطاعت خولة أخيرا أن تفك أخاها من الأسر. وتمر الأيام وتظهر المواقف بسالة تلك المرأة الشجاعة ومدى دفاعها عن الإسلام والمسلمين. ومن مواقفها الرائعة موقفها يوم أسرت هي والنساء في إحدى المواقع بالقرب من مدينة حمص في سوريا، وكانت خولة معهم، ولكنها أبت أن تكون عبدة في جيش الروم، فأخذت تحث أخواتها على الفرار من الأسر، فقامت فيهن قائلة: يا نساء المسلمين، يا بنات تبع وحمير، أترضين لأنفسكن علوج الروم؟ أترضين أن يكن أولادكن عبيدا لهم يسمونهم الخسف والذل؟ أين شجاعتكن؟ أين إباء العرب؟ أين كرامة الإسلام؟ أين شجاعتكن التي تتحدث بها أحياء العرب ومحاضر الحضر؟ إن الموت أهون عليكن من خدمة الروم. بهذه الكلمات الملتهبة حماسا استطاعت خولة بنت الأزور، المرأة التي قل نظيرها بين أشجع الشجعان، أن تبث روح الشجاعة والمقاومة بين النساء اللواتي أسرهن الروم في وقعة صاحورة من أعمال الشام، ووضعهن في مكان شددوا عليه الحراسة. بعد أن سمعت النساء ما قالته خولة، قالت عفراء بنت غفار الحميرية: صدقت والله يا ابنة الأزور، نحن كما ذكرت شجاعة وإباء، وإن السيف يحسن فعله في مثل هذا الموقف، وإنما دهمنا العدو على حين غفلة منا،
وما نحن إلا كالغنم بدون سلاح. وتداول النساء وخولة الرأي، وكانت كل أسيرة تتمنى الموت، ولا تكون لعلج من علوج الروم، ولكن أين السلاح؟ السلاح هو كل ما ينقصهن، أما الشجاعة ورباطة الجأش وقوة القلب فعندهن منها ما ليس لدى الأعداء. فقالت خولة بنت الأزور: يا بنات التبايعة، خذن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب، ولنحمل بها على هؤلاء اللئام، فإما الشهادة وإما النجاة، والله ناصر من ينصره. يا بنات التبايعة، لنخلص أنفسنا من العار قبل أن يجللنا أو يجلل إحدانا، لنصدق في اللقاء ولنتكل على الله. وقادت خولة بنت الأزور الأسيرات، وألقت عمودا على عاتقها، واستعدت لخوض المعركة، وقالت لهن: إياكن والضعف والفرار، لنكن جميعا كحلقة واحدة، ولا يفترق بعضنا عن بعض، حتى لا يقع علينا التشتت، واحطمن رماح القوم، واكسرن سيوفهم، وكبرن في القتال واصبر. وبرزت خولة بعد أن شدت ثيابها على نفسها، وخلفها عفراء بنت غفار، وأم أبان بنت عتبة، وسلمة بنت زارع، وروعة بن عملون، وسلمة بنت النعمان، ومن معهن من النساء، وكلهن يحملن أعمدة. فبادرت خولة حارسا بالعمود الذي تحمل، فضربته ضربة فأردته على الأرض. وشد النساء على الحراس والجند، وقاتلن قتالا رهيبا. وذهل الروم من المفاجأة غير المنتظرة، وأخذت خولة رمحا تقاتل به، وتتقي طعنات الرماح وضربات السيوف بعمود في يسارها، حتى بددت جموع الروم بمن معها من النساء البواسل، وخلصن أنفسهن من أسر الروم، وعدن إلى معسكر المسلمين ليقاتلن في صفوفهم من جديد. وخرجت خولة وهي تقول للنساء: نحن بنات تبع وحمير، وضربنا في القوم ليس ينكر، لأننا في الحرب نار تسعر، اليوم تسقون العذاب الأكبر. ولم تنتهي معارك خولة في بلاد الشام، فقد أسر أخوها ضرار مرة أخرى في معركة مرج راهط، فاقتحمت الصفوف من أجله، وخاضت مع المسلمين معركة أنطاكية حتى تم النصر فيها للمسلمين. كما اشتركت خولة أيضا في فتح مصر، وغدت مفخرة نساء العرب ورجالهم. وظلت السيدة خولة رضي الله عنها على إيمانها وحبها للفداء والتضحية، ودفاعها عن دين الله ورفع لواء الإسلام. وتاريخ خولة بنت الأزور يعد من أشرف تواريخ الأبطال، رجالا كانوا أم نساء. ويكفي أن سيف الله المسلول خالد بن الوليد أعظم أبطال الإسلام قد وقف متعجبا من شجاعتها النادرة وبطولتها الفذة، وهو يقول: ليت شعري من هذا الفارس، وأيم الله إنه لفارس شجاع. توفيت خولة رضي الله عنها في آخر خلافة عثمان بن عفان سنة 35 هجرية. رضي الله عن خولة بنت الأزور، فقد كانت امرأة ب1000 رجل، وفارسة ب1000 فارس، قل نظيرها من الرجال والنساء، وسيظل اسمها محفورا بازغا في رونق التاريخ. أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن، في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن،
في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. فخديجة أم الأبرار كنت الوطن وكنت الأمنا. عائشة بنت الأطهار حبك عهد الحب وسنة. في صدق الحب لها شهدا خير حبيب فهي صفية. آيات